أهلا وسهلا بكم من مطبخ إيناس، ويا أهلا ومرحبا. طبعا هذا أول فيديو إلي بصوتي، أول فيديو إلي بالقناة بصوتي. طبعا قناتي جديدة وأني كلش سعيدة بالأشخاص اللي متواجدين والأشخاص اللي راح يشوفون الفيديو. طبعا إلي كل الشرف إنه ولو حتى 10 أشخاص يشوفون الفيديو مالتي. وطبعا أنا أقدر هذا الشيء، أقدر الوقت، أقدر كل دقيقة وكل ثانية إنه أنتم جاي تخلونها أو تضيعونها في سبيل تشوفون فيديوهاتي، وبالتالي أتمنى إنه فيديوهاتي تكون مفيدة لكم حتى ما تكون إضاعة وقت. طبعا اليوم فيديو مالتنا تتبيلة السمك. فتعرفون اكو هواي تتبيلات للسمك، وانا حبيت اشارككم التتبيلة مالتي. طبعا بس احب انوه عن شيء، انه انا قناتي مختصة بالطبخ والروتين اليومي، ويعني اشارككم الاشياء يعني المطبخ العراقي بصورة عامة، وكل شخص له تجربته. فحبيت أني أشارككم مطبخي وتجربتي والوصفات وروتيني، وإن شاء الله يكون مفيد لكم هذا المحتوى، وبالتالي يكون مثل ما يقولون ممتع لكم تستمتعون. طبعا أول شيء السمك طحت أوكي ما عليكم أني أقول السمك، لأن أنا متعودة على هاي الكلمة، بس لا يعني ما أريدكم تقولون إنه أنا مثلا أتكلم بلغة فوقية أو شيء، لا. بس أنا متعودة وكل شخص له لهجته، فأني أقول سمك وتريد تقولون سمك أي شيء عادي، تمام. فبعد ما تبلت السمكة عصرتها عليها ليمون، تمام، مسحتها بالليمون كل زين، وحطيت عليها ملح ودخلتها الفرن هيك 15 دقيقة بس حتى يتغير لونها. لبن ما يتغير لونها أنا هنا اجيت أحضر التتبيلة شنو؟ هذا البصل ثرمته كلش ناعم، وراح أضيف وياه طماطة وفلفل ومعدنوس وثوم مثل ما تشوفون هسه، وهاي الطماطة. طبعا بنات أنا هنا ضفت كمية كبيرة، لأن السمكة ما شاء الله كبيرة، يعني ما شاء الله كلش كبيرة. هنا راح أثرم الطماطة. طبعا هذا أول فيديو إلي بصوتي، وأنا كلش بنفس الوقت متحمسة ومتوترة، وإن شاء الله عائلتنا تكبر هنا، وإن شاء الله فيديوهاتي تعجبكم، وأستقبل كل آرائكم. تمام بنات، أستقبل كل آرائكم، وأنتم كتبوا لي مثلا شنو تردون أجرب، مثلا تردون وصفات معينة أو شيء معين، وإن شاء الله فيديوهاتي تكون مفيدة لكم وتعجبكم. طبعا هنا راح أثرم الفلفل. هذا الفلفل كلش بنات أحب هذا اللون الفلفل، أحب أخذ ألوان الفلفل مثلا أخضر أحمر، يعني أحب التنوع بالخضروات، الألوان مالتها تعطيني طاقة. وهنا المعدنوس أو الكرفس أثرمه كل زين، وراح أضيف وياه المين ثوم، أثرمهن كل زين، وأضيفهن للحشوة. راح أضيفهم للحشوة. بنات شوفوا هنا الحشوة الألوان مالتها تجنن. فهسه راح أخلي عليهم خاشوقة ونص معجون، لأن قلت لكم السمكة كبيرة، تمام. فأنتم إذا السمكة مالتكم صغيرة لا قللوا الكمية وعندكم ميزانكم. طبعا هنا ضفت خاشوقة ونص معجون، وضفت عليها دبس رمان، تمام. أحب دبس الرمان كسروا يعطي يعني يكسر يصير توازن بالطعم. ملح حلو، ضفت ملح. هسه راح أخلطها كل زين. طبعا هنا ضفت ليمون بنات، الليمون كلش حلو بالحشوة. طبعا أنا أضيف الليمون، وطبعا الليمون يعني خلاص أطلع كل الماء مالتها، أطلع كل المادة الجواتها، يعني
ما أبذر بالليمون، آخذ أرد يعني مبدئيا الليمون غالي. وهنا ضفت زيت، أي زيت وهنا ضفت شوية زيت زيتون، زيت نباتي، زيت زيتون أي شيء أو أي زيت عادي. وراح أخلطهن كل زين. طبعا هنا خلطتها كل زين وجانست المواد للسمكة. بنات هاي التتبيلة كلش حلوة، أنصحكم بيها، أضيفها حلوة للسمكة وخليها حتى طبعا السمكة أخليها تقريبا هيك 15 دقيقة حتى بس يتغير اللون مالتها، لأن تعرفون السمك عايز تستوي. طبعا بنات أنا ما أشويها طبعا أكو هواي حشوات بس أو على جمر، لا أنا أشويها بالفرن ما تطلع كلش طيبة. بعد ضفت معجون وهمين ماكو زفر أبدا، إنه السمكة ما شاء الله هواي كبيرة. ما أدري يعني بس ماكو زفر، لأن أنتم تحطون الحشوة ملح، تحطون يعني ليمون، فما مخلوطة زين. طبعا الزفرة بس من نافذ. فضفت لي بعد خاشوقة بس يعني حلوة إذا بالمطبخ يعني ما الحشوة تصير ريحة قوية خلاص، يعني بس تخلصون تبخرون الريحة إضافية، لأن تعرفون ضفت خاشوقة معجون. هنا همين ضفت لها شوية ملح، أهم شي توازن الطعم. بنات هاي الحشوة للسمكة. طبعا هاي السمكة بعد ما دخلت 15 دقيقة طلعت، يعني دخلتها الفرن 15 دقيقة طلعتها وأوزعها كل شوفوا يعني فتحة السمكة لا تنسون هاي الجانبية مثل ما تقولون ناشفة وما بيها مي، يعني توزع على كل السمكة. راح أخليه هسه بعد ما خليت الحشوة وراح وزعتها كل زين تمام على الجوانب والفتحات اللي بيها همين. هسه راح أدخلها الفرن تقريبا ساعة، بس شنو يعني ساعة تطلع تجنن. طبعا احنا نحبها مستوية زيادة، يعني إذا شفتوها مستوية زيادة ما عليكم. طبعا هنا نسيت أضيف بابريكا، أحب البابريكا ويا هاي الحشوة يعني بحيث ما تطعم كلش يجنن، فخليتها عليها جزء وجزء يعني ما موجود. بعدين أنا على كل جانست المواد كلها على السمكة، خلطتها كل زين وهمين يعني خبطت وضفت همين ملح بابريكا وضفت دبس رمان راح يعطي نكهة حلوة، طعم حلو. فهيك يعني تمام للسمك. هسه أدخلها للفرن وبس. شوفوا لي جمال. هسه راح أدخلها للفرن بس شوفوا جمالها. طبعا هسه بعد ما ضفتها للفرن هذا التمن أنا نقعته. طبعا بنات وراح أطبخها. هذا اللحى التمن مزقوف ويا تمن راح أنقعه ولبين طبعا راح أسوي زلاطة لبين ما ينقع زلاطة أو سلطة ويستوي. بنات بالنسبة للسمكة فراح أسوي ضفتها على درجة 200 خليتها على درجة 250 وأسويها بالفرن مالت البيت، يعني مو على شواية لحد ياخذ عن كلام على التنور أو على الجمر. أنا لا أسويها بالفرن كلش حلوة وتجنن. وإذا ما تردون زفرة تصير بالبيت أو بالمطبخ خلوا فحم شو اسمه يعني الزلاطة. راح تصل كلش أحب الزلاطة الناعمة. طبعا هي مو كلش ناعمة، ما تقر. أنا ما أحسها وسط. هاي الزلاطة حلوة. أنا السلطة بنات لأن إحنا إذا نسوي زلاطة كبار بس ما حد ياكلها، أسويها ناعمة، ما حد حرفيا ما حد ياكلها. وهاي الخضرة الحلوة، شوفوا جمال الخضرة، وهاي الخضرة الجميلة بنات. شوفوا لونهم صغار كلش حبيتهم. هذا همين الكرفس. هاي السمكة بعد ما استوت. طبعا بنات احنا نحبها بعد ما استوت بنات، بس إذا يعني ما طبعا قلت لكم احنا نحبها مستوية زايد. هواي شفتوهم عبالكم محترقة، لا ابدا. فشوفوا الجمال. هذا التمن همين الاحمر الجمال والزلاطة. أنا أنصحكم بهاي التتبيلة مالت السمك. إن شاء الله عجبتكم الحشوة، جربوها وكتبوا لي وريتكم. إن شاء الله توصلوا لي 100 مشترك وأنتم تقدرون. وإذا عندكم شيء تردوني أجربه الفيديو الجاي كتبوا لي. مع السلامة. وبس، ومع السلامة.